السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلنا سمعنا كلمة سيادة رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس في خطاب مجلس الأمن، وسمعنا برضو خطابات لدول أخرى. الشروط اللي خدتها والعرض اللي قدمه والشروط، هذه ما مفاوضات، شروط يجب تنفيذها، هي شروط تمثل رغبة قيادة قوات الشعب المسلحة ورغبة الشعب السوداني في إنهاء التمرد داخل السودان. الشروط اللي هو ذكرها قبل كده بدري سيادته ياسر عطا لما قال الميليشيا تخد سلاحها وتسلم نفسها في معسكرات، تنسحب انسحاب كامل. وفي شرط كده سمعناه إنه أي أحد في ميليشيا الدعم السريع عايز يتوب يعني ويرجع خطوة ورا ويكون تبع قوات الشعب المسلحة وينضم لقوات الشعب المسلحة حيتعمل له تعديل وضع. أنا أتوقع البند ده حيكون للضباط اللي أصلا هم كانوا في الجيش وبقوا مع ميليشيا الدعم السريع. ويا جماعة ده ما معناه إنه ما حيكون في محاسبة قانونية لكل من أخطأ في حق الشعب السوداني، عشان الناس ما تهيج وتقول لا وحقنا والجنجويد وما ممكن. قيادة الدول ما بتجي بالعاطفة، كلنا عندنا تار عند الجنجويد وكلنا عايزين للجنجويد، ولكن الجنجويد مدعوم من دولة خبيثة، والآن قاعد يتم تجفيف وجود السلاح لها عن طريق مجلس الأمن. ولما قالوا إنه تخش قوة أممية وتخش قوة تشرف على الموضوع ده من المجلس الأفريقي ومن الاتحاد العربي، تأكدوا تماما الموضوع هنا كبير، الموضوع تحت إشراف دولي كبير. وينكم يا قحاطة يلي بتنادوا للرباعية الرباعية؟ جاتكم حاجة أوسع وأكبر من الرباعية، جاتكم حاجة حقيقة. لو أنتوا فعلا سياسيين بيهمكم حق البلد مفروض تأيدوا الموضوع ده، لكن كيف؟ مستحيل القحاطي يقبل. مين حس أنا بوريكم؟ القحاطي ما حيقبل، القحاطي حيخد فيها مليون خط، لأنه الرباعية فيها اللي بيفيد الميليشيا بأنها ترجع للسلطة وترجع تاني تكون موجودة في الدولة عادي، والكلام ده مرفوض. الرباعية بتتدخل في سيادة السودان وشرعية حكومتنا وده ممنوع. لكن الآن اتطرح في مجلس الأمن من شروط على ميليشيا الدعم السريع، تأكدوا تماما ده بيحافظ حقنا وبيرجع لنا كرامتنا، وما حيكون في أي وجود لأي ميليشيا تابعة للدعم السريع وآل دقلو، ولا وجود لتحشيش حقتهم الغريبة الما معروفة دي، ما في زول أصلا معترف بها. لا، والتدخل بقى للأمن القومي السوداني، وكل دولة بتحس بخطورة وجود الدعم السريع. أنا دايما قاعد أقول إنه أفريقيا في خطر طول ما ميليشيا الدعم السريع موجودة، لازم تباد وتجزر من جذورها. والآن هل حتقدر يا قحاطي تطلع توافق على الشروط اللي حددتها الجهة المدنية من الحكومة الشرعية من سيادة رئيس الوزراء كامل إدريس للأمم المتحدة وخصوصا في مجلس الأمن؟ شباب بجد حربنا دي حرب فيها لغوطة ما عادية، أهمها إنك أنت تراجع تاريخك مع الدول، وإنه كيف تعمل حلفاء أقوياء كما الآن قاعد يتم من حكومتنا الشرعية التابعة لرئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس، وهي الآن اللي قاعدة تخط الحدود الأخيرة. وعلى فكرة ده النعش الأخير، ومش النعش، المسمار الأخير اللي حيتدقى في نعش ميليشيا آل دقلو. ليس لكم وجود، واللي حيرفض الكلام ده ما داير السلام في السودان، وإحنا دايرين السلام. وين يا ناس لا للحرب؟ أطلعوا أيدوا كان تقدروا. أتحدى قحاطي واحد يطلع يأيد كلام بروفيسور كامل إدريس زي ما هو. الشروط أهم حاجة، ركزوا يا بلابسة، دي شروط واللي هي نفس شروط سيادته ياسر عطا. تحياتي، وربنا يوفق القادة عندنا، وبإذن الله يتم انهاء التمرد من جذوره، دولة الخمارات. كونوا بخير يا سودانيين، كونوا بخير.